سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الاستثنائي لنوافيكم بآخر المستجدات المسجلة في تراب المملكة. وفي تفاصيل الأخبار، أفادت محطات ورصد الزلازل الوطنية أنه جرى مساء اليوم الاثنين الثاني من فبراير تسجيل هزة أرضية خفيفة في ضواحي مدينة القصر الكبير. الهزة التي بلغت قوتها 3 درجات فاصلة 10 على سلم ريشتر سجلت تحديدا في تمام الساعة 7:22 مساء بالتوقيت المحلي للمملكة. وقد حدد مركز هذه الهزة بمنطقة ولاد الشيخ الواقعة جغرافيا بين مدينتي القصر الكبير والعرائش، وذلك عند عمق ناهز 23 كيلومترا فاصلة 9 تحت سطح الأرض. وعلى الرغم من تصنيف هذه الهزة ضمن فئة الهزات الخفيفة من حيث التأثير، إلا أن تقارير محلية أكدت شعور بعض السكان بها، خاصة في جماعتي العوامرة وسيدي بوبكر الحجاج ولطيف الأقدار. لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر حتى اللحظة، حيث يندرج هذا النشاط ضمن الحركة الزلزالية الاعتيادية التي تشهدها المنطقة بين الفينة والأخرى. وتستمر الجهات المختصة في تتبع الوضع عن كتب لرصد أي تطورات محتملة حفاظا على أمن وطمأنينة المواطنين. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.